السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخبار؟ معاكم عمرو شويل. النهارده هنتكلم في فيديو جديد عن الهباجلويد وعن الويب سايت بتاع الهباجلويد. زي ما اتعودنا الفترة اللي فاتت السلسلة بتاعتنا ان احنا هنتعامل ازاي مع الخطوط وازاي نجيب اسعار ونعمل الحجوزات بتاعتنا. الفترة اللي فاتت دي انا سألت سؤال وقلت مين عايز يا جماعة. ده سبب اختياري للهباجلويد، ان كذا حد قال لي ان هو عايز الهباجلويد بما اننا خلصنا السي ام اي وخلصنا الميرسك، والميرسك دلوقتي بقى هو والسيلان تقريبا واحد، فاحنا كده ما فضلناش غير الهباجلويد وتاني حاجه الكوسكو وعندنا الام اس سي. الثلاثه دول هم بيتعاملوا بالبوكينج بتاعتهم تقريبا معظمها اونلاين. فالهباجلويد النهارده اللي هنتكلم عليه، فيلا بينا نبدا. يلا بينا. الويب سايت بتاعنا هو عباره عن اسم هابج داش لويد دوت كوم. تمام، هحسب لكم اللينك ده في الديسكربشن اللي عايز يخش يبص. اول ما تخش طبعا زي ما احنا قلنا مش نفتح موضوع الريجستريشن ونبتدي نعرف ايه هو في الريجستريشن والحاجات دي. هنتخطى المرحله دي ونقول ان انت خلاص بقيت ريجسترد ومتسجل عندهم. اول ما تيجي تخش تعمل لوجن، دي الانترفيس بتاعتنا وده اول حاجه انت بتشوفها على الويب سايت. بيكتب فوق طبعا بيانات شركتك واي اس اختصارا لعمرو شويل، وبعد كده عندك هنا من بره تعرف تبقى زي فاست يعني اكسس لحاجات كتيره جدا، منها طبعا السكيدولز، منها التراكنج تراك الحاجات بتاعتك، والكويك كودز والكويك كود سبوت، وهنعرف الفرق ما بينهم بعدين. هنبدا باول حاجه زي ما احنا قلنا دايما هتلاقي فيه زي منيو خاصه، هي دي اللي انت بتتعامل بيها وهي اللي موجوده على الشمال وهي الكود. فالكود دي هي دي اللي موجود فيها نفس الحاجات اللي بره بس فيها انكلودنج حاجات تانية كتير. عندنا رقم واحد هي الكويك كودز. الكويك كودز دي هي المفروض تجيب عليها الاسعار. بتحط هنا مثلا نقول الكسندريا كمثال، وهنحط المثال بتاعنا دايما اللي بنستخدمه وهو هامبورج. تمام. الجزء اللي تحت ده اللي هو received at your door او delivered to your door، ده لو انت عايز تراكنج سواء كان هنا او هناك. وعندك هنا الحاويات بتختار هي ستاندرد ولا ريفر ولا اوبن توب انجيج، لان الاوت اوف جيج ليها ريكوست منفصل. وعندنا النون اوبريتنج ريفر، ده لو انت عايز حاجه مجرد فنتليشن. وهنا بتحط بيانات الكوموديتي، لو ينفع تحط بيانات الكوموديتي. تقريبا كان في الاول ما بيقبلوش ان هم يحطوها، دلوقتي بيقبلوا، بس طبعا ده على حسب نوع الكونتينر اللي بتختاره. وطبعا بتختار الفاليديتي عشان هو دلوقتي بقى بيجيب لك الاسعار خلال 15 يوم. فبتقول له اهم حاجه في الاخر I accept term and condition وتقول له request a code. مع بعض كده بقى هنبص على الكوتيشن بتاعتنا. بتبدا باول حاجه بيحط لك الكوتيشن نمبر والاكسبايري بتاعتها 30/11، وبيقول لك الايكويبمنت بتاعتك ستاندرد لان هو بيوفر ال 20 وال 40 في نفس المكان. والريت فاليديتي بتاعتنا مكتوبه 30/11 وطبعا احنا طلعناها النهارده. بعد كده عندنا الخطوه اللي بعدها وهي بيحط لك هنا ان في 1 ترانشيبمنت، وبيحط لك ان رايحه هامبورج الحوالي 20 السي فريت من غير السيرتشارج. السيرتشارج اللي هي بتبقى انكلودنج في الفريت، فلما تيجي تبص على السعر ما تبصش على السعر اللي فوق ده بس. انت عندك هنا الحاوي ال 20 ب 1426 والحاوي ال 40 نفس ال 40 هاي كيوب ب 2457. انا يعني هعرض قدامكم الاسعار دلوقتي لان كده الهاباجلويد مش الافضل طبعا لحته هامبورج دي، او يعني مفيش داتا هعرضها قدامكم المفروض ما تبانش يعني. وعندنا السيرتشارج هتلاقي هي نفس الاسعار الموجوده فوق دي الفريت تشارجز، وعندنا السيرتشارجز هي اللي موجوده دي المارين فول ريكفري، دي بتبقى انكلودنج للفريت يعني، وانت بتكوت عميلك انت بتاخد السعر ده بلس السعر ده. والحته دي هي بتاعت التي اتش سي اللي هي الاكسبورت سيرتشارج، وهناك التي اتش سي في الديستنيشن. وهنا بيكتب لك كل البيانات. هي هتروح لاسكندريه لهامبورج فايا دمياط، يعني هتروح على دمياط الاول وبعد كده هتطلع على هامبورج. بيكتب لك هنا ترانسبورتيشن او الترانزيت تايم بتاعنا حوالي 26 يوم. هنا حاطط لك كل التفاصيل، لو عايز تعرف اللوكال تشارج في اي دوله، عايز تعرف ديتنشن اند ديميريج في البضاعه دي، لو عايز تحجز بتدوس بوك، او لو عايز تشوف الجداول اللي من الروت دي من اسكندريه لهامبورج بتدوس على سكيدولز. فهي مسهله لك الاجراءات بشكل كويس قوي، ان هو تبقى انت اي حاجه عرفت السعر بتاعك تقدر تخش تحجز على طول او تشوف الكوتيشن بتاعتك. ولو عايزهم كمان يبعتوا لك على الايميل ممكن تيجي في الجزء اللي تحت ده سند فايا ايميل، تحط الايميل بتاعك وتبعت او تعمل له داونلود بي دي اف. طبعا لو عندك اي استفسار عندك استاذه نوران عبد الرحمن وبتكلمهم على الارض، ده رقم الكاستمر سيرفيس بتاعته، وبيحط لك كل التفاصيل اللي انت عايزها او الريماركس اللي هو بيقول لك عليها. فده الجزء بتاع الكوتيشن الستاندرد كوتيشن. الكويك كودز سبوت ده لو انت عايز مركب معينه بس دي تبقى بكانسليشن فيز، يعني لو انت كنسلت البوكينج في اي وقت انت هتتكلف فلوس، لان هو زي بيدي لك جارانتي ان انت تحجز وتلاقي مركب وتلاقي حاويات متاحه.
البوكينجز التانية ممكن هو يديك الكونفرميشن بس الحاويات ما تبقاش متاحه في المكان. فده الفرق بين الاثنين، ولكن مش هتفرق معاك في الاسعار تماما. هنا بقى ماي كوتيشنز، لما بتدوس عليها بيظهر لك كوتيشنز. طبعا عشان خاطر انا مطلع كذا سعر فما ينفعش اظهر الاسعار اللي عندي، بس لما بتدوس على ماي كوتيشنز بيحط لك كل الكوتيشنز اللي انت جبتها تقريبا اخر 3 شهور. السبيشال كارجو كودز، السبيشال كارجو كودز دي بقى دي المفروض خاصه بالاوفر دايمنشن، الاوت اوف جيج. يعني لو انت عندك عايز فلات راك او عايز اوبن توب بس ليها بروز، فانت بتحط البيانات بتاعتك هنا. في مجرد انك بتدوس عايز نيو سبيشال كارجو كود بتحط هنا الاوريجن والديستنيشن، وبعد كده بتختار الفاليديتي وبتقول انت هتتعامل بالكيلو جرام والسنتيمتر ولا بالانش والال بي اس. بعد كده عندك هنا بيقول لك انت عايز الحاويه تبقى نوعها ايه من تحت هنا، وبتحط طول البضاعه وعرضها وارتفاعها ووزنها. وبعد كده بتختار الكوموديتي والباكينج تايب بتاعتها وهي كام حاويه طبعا والحاجات دي كلها، وبتقول له دي بياناتك عمرو دوت شويل وده رقم تليفوني، وبتقول له I don't have any attachment. لو عندك attachment يفضل انك تحطها سواء كانت صوره او دايمنشن او حاجات زي دي، وتقول له I accept وبعد كده submit request. كده انت خلصت الجزء الاولاني بتاع السبيشال، او دي كل حاجه ليها علاقه بالسيرش فور ريتنج يعني. بنخش على اللي بعده السكيدول، ما فيهاش تفاصيل كتير، لمجرد انك بس بتختار البي او ال والبي او دي. ما اظنش ان هي ليها تفصيله يعني محتاجه ان احنا نقعد نتكلم فيها او ان احنا نقول عليها حاجه زياده. وبعد كده عندك هنا بوك، لو انت عايز تعمل بوكينج بتدوس نيو بوكينج. النيو بوكينج هنا كاستمر ريفرنس وهو الريفرنس بتاعك انت، وبعد كده بتقول له نيكست. المفروض هيطلب منك اديني كوتيشن نمبر اللي انت بتشتغل عليها، فطبعا هنا بتحط كوتيشن نمبر لو انت اوريدي داونلودد قبل كده وبعد كده احتجت ان انت تستخدمها في الفتره الحاليه. فطبعا عشان احنا ما طلعناش اي كوتيشن نمبر فانت بتحط هنا رقم الكوتيشن. انا مش هعرف اخش في تفاصيل اكتر بس هنبص عليها من فوق وهنعرف احنا البروسيس بتاعتنا عامله ازاي. عندك في الجزء بتاع الكونتراكت ريفرنس بتحط رقم الكونتراكت بتاعك اللي انت جبت كوتيشن من عليه بتاع الهاباجلويد، وبعد كده هيدخلك على الروتينج تختار انهي مركب انت عايزها، وبعد كده كارجو اند ايكويبمنت بتختار الحاويه وبتحط بيانات البضاعه بتاعتك. الكاستمز اند ريماركس ده لو انت عايز تحطها طب مش عايز تحطها ما فيهاش مشكله يعني، مش تفصيله مهمه لو انت بتحجز بوكينج عادي. وبعد كده بتعمل ريفيو وبعد كده البوكينج بيجي لك. اهم حاجه في الجزء اللي انا لازم تركز فيه هو جزء الكاستمز اند ريماركس دي، عشان لو انت بتعمل حجز على الهاباجلويد ما يجيلكش كانسليشن. اول حاجه لما بيجي لك كاستم اند ريماركس دي المفروض ان انت بعد ما بتخش جوه بيقول لك اكتب بيانات الشيبر والكونساني بس ما تبقاش باينه قوي، ودي الصراحه طلب يعني لو في حد من الهاباجلويد بيتفرج علينا اظن دي هتبقى حاجه مفيده جدا. بدل ما انت هتطالب في الريماركس حط لي انك احط بيانات الشيبر والكونساني في 2 كولونز باينين قوي، او تحطها از ان ايتم ان هي البورتز اللي انا هستخدمهم. دي الصراحه هتسهل على ناس كتير جدا، بدل ما الناس بتعمل البوكينج وبعد ما بتخلص بتلاقي نفسها محتاجه تعمل البوكينج من اول وجديد بسبب ان انتوا بتعملوا كانسليشن. انا عارف ان الموضوع ده ليه علاقه بالكي بي ايز بتاعتكم وان البوكينج كونفرميشن تيجي بسرعه، والصراحه هاباجلويد مميزين قوي في الحته دي. سي ام الفتره الاخيره للاسف التاخير في الكونفرميشنز كبير قوي والتاخير في المراكب كبير قوي، فالهاباجلويد الصراحه يحترموا جدا في الحته دي. وعندنا بعد كده حته البوكينج تمبلت. البوكينج تمبلت دي ده لو انت عملت بوكينج قبل كده وليه تمبلت معينه فانت عايز تستخدمها وما تغيرهاش، فانت بتستخدم البوكينج تمبلت دي عشان خاطر تعمل ريسبميت للبوكينج بسرعه بكل تفاصيله. يعني لو انت عندك كل اسبوع او كل يومين بوكينج من العميل بتاعك فاظن ده هيبقى اسهل اوبشن عندنا. وبعد كده البوكينجز بتاعتك بتختار بتشوف البوكينجز بتاعتك بيظهر لك كل حاجه عندك سواء كانت كانسل سواء كانت بروسيدد سواء كان ايه وبتدور عليها. وبعد كده عندك هنا الدوكيومنتيشن، هنا انت بتختار كل حاجه ليها علاقه بالدوكيومنتيشن. يعني لو عملنا كده هنا ده الشيبمنتس بتاعتك وتعرف تصمت الفي جي ام. برضو الفي جي ام بتاع الهاباجلويد من الحاجات السهله اللي ممكن تستخدمها. الشيبنج انستراكشن في حاجتين بس انا ما عملتش منهم غير حاجه واحده بس، ان انت في فورم بتطلبها من الشيبنج لاين بيبعتها لك اسمها ايزي. دي بي دي اف، بس البي دي اف دي لو انت اوريدي اللابتوب بتاعك ما فيهوش بي دي اف اوثرايزد ويعني شاريه بيد بي دي اف مش هتعرف تصمت الفاينل عن طريق البي دي اف دي. بس هو الطريقه الاسهل الصراحه انك بتنزل بي دي اف بتملى فيها بيانات وبعد كده بتبعتها ثرو ذا ايميل او عن طريق السيستم بتاعهم. بتبقى الصراحه والرد بتاعهم بيبقى سريع جدا ومعاك رقم بوليصه وبتحط كل تفاصيلك براحتك وبعد كده تبعت لهم الفورم دي. فدي كانت طريقه الصراحه من الطرق كويسه.
طريقه بقى الشيبنج انستراكشن العاديه انا الصراحه ما اتعاملتش معاها قبل كده. وبعد كده درافت ابروفل، لو انت عندك درافت وبتاع وتبص عليها تبص عليها عن طريق الحته دي. وبعد كده عندك جزء تراكنج، طبعا ممكن تعمل تراكنج بالبوكينج او برقم الكونتينر، طبعا بيفضل برقم الحجز بتاعك، ده افضل حاجه. وهنا قسم الامبورت لو انت اوريدي اسايند في الامبورت وعايز تعرف الشحن الامبورت بتاعك يعني. بس كده. ف ده كل حاجه تقريبا، ده كل حاجه. فاتمنى ان انا اكون يعني شرحت بطريقه بسيطه، وانا حاولت ان انا اقتصد في الوقت على قد ما اقدر عشان خاطر نعرف نطلع داتا مفيده لينا وللناس. فقولوا لي كده لو انتوا حسيتوا ان انا، عشان انا حاسس الصراحه ان انا ممكن اكون تخطيت حته البوكينج دي، بس اللي عنده مشكله في حته البوكينج دي يا ريت يبعت لي في الكومنتس ويقول لي لا احنا محتاجين نعمل بوكينج مع بعض بسرعه. انا حبيت بس كده ادي بريف عن الهافاجلويد من بره او الانترفيس بتاعتها عامله ازاي. لو حسيتوا ان انتوا محتاجين لا ان احنا نخش ونعمل حجز مع بعض ونشوف البروسيس بتاعتنا والتيبس اند تريكس والمشاكل اللي ممكن تقابلنا، انا زي ما انا قلت في حته بتاعت الكاستمز اند ريماركس، في الريماركس بتحط بيانات الشيبر والكونسايني لانك مش هتلاقي مكان تحط فيه بيانات الشيبر. وهافاجلويد الناس اللي موجودين او بيدوا كونفرميشنز لو لقوا البيانات دي مش موجوده هيكنسل لك البوكينج، فتضطر تعيد البوكينج كونفرميشن من الاول. لازم تحط الاثنين الشيبر والكونسايني، لو اي حاجه ناقصه هو ما بيقدرش ان هو يديك الكونفرميشن. يا رب اكون فدتكم واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.